خبر عاجل. وكالات العصفور الفضائية تحصل على معلومة هامة للإنس والجن. حصلت وكالات العصفور الفضائية على أن الكون مرسوما باسم النبي محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وخط الأعداد والاتجاهات الأربعة مرسومة باسم النبي محمد بن عبد الله، والأقطار والكواكب والنجوم وشكل الكواكب والنجوم وتشكلها والتوائر الكهرومغناطيسية وكلها باسم النبي محمد بن عبد الله. شوفوا الآن أنا أجيب لكم هذا ميم ما ميم 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 هذا ميمها ما، وبعدها حاء، اتصال الحاء بطرف الميم، هذا حاء تعتبر ها حاء هذا الحاء هي التوائر التي كانت تظهر في الرسم حقي في الفضاء. هذه حاء وبعدها ميم ثانية ميم وبعدها حاء، اتصالها بحاء نفسها الحاء، وبعدها التال. هذا هو عبارة عن التال. هذا الجزء الواحد من المحاور الأربع عبارة عن دال. هذا عبارة عن دال. يعني الخلاصة، وهذه الحاء هي عبارة عن فترات مفتوحة تنطبق على هذه الآية القرآنية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي إن كلمات الله وخط الأعداد المرسوم باسم النبي يعطي إلى خط أعداد ما لا نهاية، تتكون كواكب، تتكون دوائر ومستقيمات باسم النبي محمد بن عبد الله ما لا نهاية. الخلاصة على أن كلمات الله لا يمكن الدخول إليها إلا باسم النبي محمد بن عبد الله، وهو رسول الله خاتم النبيين والمرسلين. لا يمكن بأي حال من الأحوال علميا، وأنا الآن أكلم الملائكة والإنس والجن، خط الأعداد مرسوم باسم النبي، وهو الذي يعطي فترات مفتوحة في جميع الاتجاهات، ودلالة قرآنية إن نحن خلقنا السماوات وإنا له لموسعون. دليل واضح في جميع الاتجاهات وفي جميع الدلائل القرآنية على أن الكون وخط الأعداد مرسوم باسم النبي محمد. بعد قليل إن شاء الله سأوضح لكم الدوائر المختلفة كيف تتشكل الكواكب والنجوم باسم النبي محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوضع حالة طوارئ 2026 عند العصفوري، حالة طارئة، خلايا الدماغ في حالة طارئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.